ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون ازاي نذاكر مادة الرياضة، بما اننا عندنا مشاكل كتير في كذا مادة، كل واحد على حسب المشكلة اللي في المادة بتاعته. انا حابة اعمل فيديو النهاردة عن الرياضة، ازاي نذاكرها وازاي نحل المشاكل اللي بتواجهنا فيها. بس قبل ما نبدأ اتمنى تكونوا عملتوا حاجات للفيديو، تحطوا لايك وتعملوا اشتراك لقناتي، واتمنى نوصل ل1000 مشترك بإذن الله. ودلوقتي هقول لكم على طريقتي في مذاكرة الرياضة. بصراحة أنا شايفة الطريقة اللي هقول لكم عليها دي مفيش أحسن منها بصراحة، لأن هي أكتر طريقة بصراحة مفيدة، يعني ما شفتش أحسن منها. بصوا، دلوقتي هقول لكم على طريقتي في الرياضة. أول حاجة يا جماعة، بلاش حكاية إن أنت تاخد مع أكتر مدرس، يعني متاخدش مع أكتر من مدرس واحد، أنت التزم بمدرس واحد بس. يعني أنا مثلا بحضر المستر لطفي زهران لأن أنا بفهم منه من أولى ثانوي، فأنا ملتزمة بيه وبفهم منه الرياضة. يعني أنا مش هسمع المحاضرة منه وأروح أسمعها من مدرس تاني علشان ما تشتتش. تاني حاجة إن أنت تعمل المادة كشكول. يعني أنت لما تسمع المحاضرة مع الأستاذ، مثلا مستر لطفي زهران، انت تسمع المحاضرة وبعد كده تكتب الأمثلة اللي هو بيكتبها على السبورة، وتكتب الإجابة بتاعتها علشان لما تيجي تراجع الدرس أو تيجي تبص على حاجة مهمة في الدرس تستخدم الكشكول بتاعك. تمام. تالت حاجة إن انت يكون معاك أي حاجة تحل منها، سواء ملخص المعاصر أو أي ملخص تاني أو PDF. المهم يكون في أسئلة على الدرس اللي انت بتاخده تحل عليها، علشان من غير الحل مفيش أي فايدة من المذاكرة بصراحة يعني. ودلوقتي هذاكر معاكم أول درس، حساب مثلثات. بصراحة النهاردة المستر نزل المحاضرة السابعة بتاعة المتتابعة الحسابية، بس بصراحة أنا اتزنقت في الأسبوع اللي فات، فلازم أخد الدرس ده الأول علشان أنا فاتني المراجعة دي. قصدي يعني الدرس ده فاتني، فأنا لازم أخده هو الأول، بعد كده أروح داخلة على المحاضرة السابعة اللي هو نزلها النهاردة. فأنا هذاكر معاكم الدرس ده علشان تشوفوا طريقتي في مذاكرة الرياضة. بس قبل ما نبدأ لازم تكونوا عملتوا حاجة تشربوها، سواء عصير أو كوباية شاي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا حبايبنا أبطال تانية ثانوي الأعزاء، يا رب تكونوا بخير أصدقائنا مع أول درس من دروس حساب مسلسلات. هم 3 دروس ودمهم لذيذ وخفيف قوي يا صديقي الصدوق، ولكن حساب مثلثات علمي فقط الترم ده. تمام، ماشي. اول درس معانا زمان دفاع وانخفاض، درس لذيذ دمه خفيف كيوت. انت واخده اصلا في اولى ثانوي، بس انت بتاخده في ثانيه ثانوي بتوسع سكيكه بسيطه بس. يعني في اولى ثانوي كنا بنحل المسائل كلها بالجا والجتا والظا بس، لكن هنا هنحل المسائل بالجا والجتا والظا عادي، بالاضافه الى قاعده الجيب وقاعده الجيب التمام. لو انت متذكر الدرس ده كان بيتكلم عن ايه يعني. تمام. بس قبل ما ابدا فيه لازم افكرك بقاعده الجيب وجيب التمام اللي احنا خدناهم الترم اللي فات. كان عندنا مثلث بالمنظر الجميل ده، ا ب ج، قاعدتين سهلين وما فيهمش اي حاجه. زاويه ا في وشها الضلع بنسميها ا شرطه، زاويه ب الضلع اللي في وشها ب شرطه، ج الضلع اللي في وشها ج شرطه. وكنا بنقول ا شرطه على ج ا بتساوي ب شرطه على ج ب بتساوي ج شرطه على ج ج. دي كانت قاعده مين؟ الجيب. تمام. قاعدة الجيب التمام كانت بتقول ايه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ كانوا 6 قوانين بس احنا هناخد منهم 3 بس، وكده كده ال3 التانيين احنا عارفينهم بيطلعوا من ال3 الاولانيين، ده لو انت فاكر يعني. كنا بنقوله ا شرطة تربيع تساوي ب شرطة
بس كده يا صديقي، أراكم على خير في حصة الحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع جد مع صوتنا اللي رايح، بس برضه ما يقدرش يتأخر عنكم. إلى اللقاء، سلام. وبكده نكون خلصنا الدرس بعد ما لخصناه في الكشكول. طبعا هو درس كان سهل جدا أساسا. نكون على جنب. طبعا بعد ما سمعنا الشرح وكتبناه في الكشكول هندخل على الحل على طول ونحل. طبعا انا حليت. طبعا انتوا هتعملوا زي ما قلت لكم بالظبط، الخطوات الثلاثه: انكم تثبتوا على المدرس، تاني حاجه انكم تكتبوا الشرح بتاع المدرس في كشكول، تالت حاجه ان انت تحل على الحاجه اللي انت ذاكرتها تاني، يعني درب نفسك كتير على الحل. وبس كده يا جماعة، لو الفيديو عجبكم أتمنى تكونوا عملتوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وأتمنى تكتبولي الفيديو الجاي حابين الفكرة بتاعته تكون عاملة ازاي، يعني عايزين الفكرة الجاية تكون عن ايه في الفيديوهات، وانا ان شاء الله هعملها لكم. وان شاء الله يعني هدفنا ان احنا نوصل ل1000 مشترك بإذن الله بيكم ان شاء الله. وبس. باي.